الاهرام كله عاوزك ترشح نفسك نقيب للصحفيين يا يوسف. لا لا يا جمال، انا تعبت قوي ونفسي استريح. لا يا استاذ، مفيش حاجه اسمها راحه، احنا متمسكين بيك وبنطالبك بكده. مفيش مفر، اعتبرها تكليف. ايوه، واحنا بقى مش عايزينها تخرج من الاهرام. خلاص بقى يا يوسف، انت راجل ديمقراطي ولازم تنزل على رأي الأغلبية. والاغلبيه دي بقى مش عارفه الصراعات والمنازعات الموجوده بين الصحفيين في النقابه. ده احنا ما صدقنا ان احنا قاضيين على الكلام ده هنا عندنا في الاهرام، وانتم عارفين المساله دي اجهدتني ازاي. عايزيني اعيده تاني؟ لا 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 لا، بصراحه كده ما حدش فيكم بيفكر لا فيا ولا في راحتي. معلش يا استاذ يوسف، احنا انانيين ومعترفين بكده، لكن بصراحه احنا شايفين ان انسب واحد للمكان ده هو يوسف السباعي. يا يوسف، ده مش رأي الصحفيين في الأهرام وبس، ده معظم المؤسسات الصحفية عندهم أمل في إنك تحول لهم النقابة اللي عاملة زي البحر الهائج المليء بالطيارات والأمواج إلى غدير هادئ. وأنت نجحت في ده قبل كده في الأهرام في سنة واحدة. ليه؟ هو انا معايا عصايه سحريه؟ انت معاك السماحه وهدوء النفس والفروسيه في التعامل، ومعاك ابتسامة يوسف السباعي اللي تحل أي مشكلة في الدنيا. بصراحه يا جماعه كده انا مش عارف اقول لكم ايه. تقول لنا موافق، وبعدين انت عمرك ما رديت لحد طلب، وده طلبنا كلنا. ها يا يوسف، قلت إيه؟ ايه هيقول ايه يعني؟ هيقول ايه؟ ها ما خلاص خلصت. ايوه مبروك علينا. مبروك علينا. ايوه اتكل على الله بقى.